السلام عليكم. سبحان الله، فقت اليوم في الصباح حليت الشرجم وانا نشم ريحه المرقه جايه من جهه نيو جيرسي على الجاد، واكتشفت ان مصدرها هو صفحه امريكيه. قد يكون عاديا ان تشتري صفحه فيسبوكيه جديده للمتابعين وعدد المشاهدات والاعجاب ودفع المئات من الدولارات اسبوعيا من اجل الترويج لمواد الصفحه، لكن أن تنظم حفلة مجانية بالقاعة والكراسي والمأكولات ويأتي لها المريقية من ولايات أخرى، فهذا يعني أن القضية فيها إن بمجرد التطلع على محتوى الصفحة ستكتشف أنها تسترزق بالملكية وقضية الصحراء، وهذه المواضيع جد مربحة ولا تقدم أي منفعة للجالية المغربية بأمريكا، ولا تدافع حتى عن الحقوق المهضومة للشعب المغربي. منبر مريقي بامتياز يستغل المال العام من أجل خلق تجمعات مغربية لنشر أجنداتهم المريقية، وأكيد لا أحد يستعمل ماله الخاص للتطبيل وقول العام زين. معظم الحضور هم نفس الوجوه الذين نراهم في التجمعات المريقية، ومع ذلك كان هناك بعض الضيوف الذين يعتقدون أنها حفلة عادية ولا يعلمون ما يجري في الكواليس من تجارة واستغلال. نصيحة للجالية المغربية بأمريكا: لا تجعلوا من أنفسكم ضحايا استغلال من طرف المريقية، فرغم أن الحفل كان مجاني فهذا ليس بسبب سواد عيون الجالية، بل هذا يعني أنك أنت هو المنتوج الذي يتم المتاجرة به والربح من وراء ظهره في الكواليس. أخيرا، علينا كجالية مغربية مقيمة هاجرت هربا من الاستغلال والتملق أن نحارب من يتاجر بصورة المغاربة ويحاول أن يلعب دور الأم تريزا ويخدع الآخرين بحب الوطن لغرض الحصول على استفادة شخصية. ما على الرسول إلا البلاغ، والسلام عليكم ورحمة الله.